السويسريين بيروحوا شغلهم ازاي بقى يا جماعه؟ انت ممكن تروح شغلك بميكروباص، باتوبيس، بعربيه، بس اكيد السويسريين ما بيعملوش كده. في سويسرا وبالتحديد في العاصمه بيرن الناس بتروح شغلها عن طريق النهر. شنطه بتتبلش يحط فيها هدومه وكوتشي وجزمته وينط يمشي مع مسار النهر لحد ما يوصل لاقرب حته لشغله، ينزل يروح شغله على طول. حقيقي الواحد في الحياه دي كان نفسه يبقى سويسري. الجو حر جدا، في موجه حر في اوروبا شديده جدا. درجه الحراره النهارده 31 هنا بتبقى شمس فعلا حارقه. الموضوع فعلا مش سهل، واعتقد الناس محتاجه تروح شغلها بهذا الكم من الترفيه. الناس كلها جايه بالمايوهات وكله نازل على الميه على طول. سويسرا برضه الصراحه. يوم الاحد بقى ما فيش شغل، الناس بتجيب معاها زي طوق كده ينزلوا بيه ويستمتعوا. عشان انت في مدينه ساحليه، يعني مش في مدينه فيها نهر ابدا، فلو انت شغلك في هذا الجانب هتروح شغلك كده، ولو انت العكس هتاخد المسار ده وانت راجع من شغلك. احمد ووليد قرروا ان هم ياخدوا التجربه